قالوا عن رسول الله: كانت شهادة الله العلي له بدء الشهادات ومختتمها، فهي الشهادة القدسية الأبقى من خالق مبدع عليم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبشهادة الله شهد له أتباعه عبر الزمان صلى الله عليه وسلم. ولكن أن تأتي الشهادات من غير المسلمين، بل من مفكرين وكتاب وقادة على غير معتقد دينه، فذلك مغزى بليغ ومعنى دال على عظمة نبي الإسلام. فهذا الفيلسوف والشاعر الفرنسي الأشهر ألفونس دو لامارتين يقول: محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المشرع المحارب قاهر الأهواء. وبالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ أما الأديب والمفكر الإنجليزي الأشهر برنارد شو فقد قال في كلمة بليغة: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. هذا النبي الذي لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. أما المستشرق الإيطالي ميخائيل إيماري فيقول في كتابه تاريخ المسلمين: وحسب محمد ثناء عليه أنه لم يساوم ولم يقبل المساومة لحظة واحدة في موضوع رسالته على كثرة فنون المساومات واشتداد المحن. أما المفكرون الألمان فقد أعجب أكثرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يوهان غوتا الأشهر من بينهم يقول: لقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في النبي العربي محمد. أما الكاتبة الألمانية الشهيرة سيغريد هونكا فتقول في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لا يتقدم عليه أحد. غير أن أشهر الشهادات الحديثة ما ضمنه العالم الفيزيائي الأمريكي مايكل هارت كتابه ذائع الصيت، أكثر 100 شخصية أثرا في التاريخ، حيث قال: إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. وإلى جانب المفكرين والفلاسفة نهض قادة سياسيون كبار ليعبروا عن إعجابهم وتقديرهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا المهاتما غاندي في حديث شهير يقول: بساطة الرسول ودقته وصدقه في الوعود وتفانيها وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه ورسالته، هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وليس السيف. إنها شهادات الكبار للنبي الذي أنار ظلمات الحياة. إنه النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام.